حبايب قلبي، عيلة الطيب والناس الجميلة اللي متابعيني. كنت ماشي هنا في مدينتي كرافت زون بلوك 2 محل 17. لقيت المحل الجميل ده اسمه هيلسي جوس، بيقدم أقوى المشروبات اللي ممكن تدوقوها وأجمل أطيب المشروبات اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. وجربتها حرفيا، الحاجة بيور يا جماعة، الحاجة بيور، ودي مش سهل إن انت تلاقيها في أي حتة. تعالوا بينا نجرب، يلا. طبعا حبيت ابدا باجمد حاجه عندهم وهي الميلك تشيت شوكليت. حرفيا يا جماعه انا كنت بشرب هنا وحاسس ان انا في حته تانية خالص. بعد كده على طول دخلت في فروت سلاد. الفروت سلاد عندهم مليانه كميه فواكه يا جماعه، تحسهم يعني مقارنه بالسعر اللي هو تقريبا 45 جنيه او 50 جنيه في الحدود ديت. الطعم بتاعه، الفاكهة كلها بيور، تحسها نازلة من على الشجرة في الطبق على طول. بغض النظر عن طريقة التنظيم والشكل بتاع الحاجة نفسها، جميل جدا جدا. طبعا أنا هنا كنت بدوق ومش شايف حد قدامي للأسف، لأن أنا كنت في حتة تانية خالص، مش قادر يعني. طبعا الموضوع المايك كان عاطل مننا في نص الفيديو، عشان كده اضطرينا ان احنا نعمل فويس اوفر. بعد كده بقى دخلنا على السوبر فروت سلاد. السوبر فروت سلاد يا جماعة حاجة مش عارف اشرحها لكم والله، يعني من كتر الجمدان اللي هي فيه. هي مليانة حاجات كتيرة جدا، مليانة كيوي، محطوط فيها مانجا، محطوط فيها رمان، محطوط فيها مانجو ايس، محطوط فيها يعني كمية حاجات جامدة جدا، ده غير الايس كريم اللي فوق، وغير عصير المانجا وشرايح المانجا اللي محطوطة جواها. من الاخر يا معلم، دي حاجة للناس اللي عايزة يعني تاكل، الناس الأكيلة بس اللي يعرفوا قيمة الحاجة دي. وهنا بقى قلت اما اجرب شرايح المانجا. انا مع شرايح مانجا وتحتها عصير مانجا، هي عبارة عن عاملة كده زي طبق من أطباق الملوك بتاعت زمان. كمية شرايح مانجا، وطعمها بقى في حتة تانية خالص. الحاجة من كتر ما هي بيور فعلا تحس بطعمها، مش زي الفاكهة العادية اللي بنجيبها من الشارع. وهنا طبعا قلت كفاية بقى عشان أعرف أجرب الحاجات الباقية. بس أنا عايزكم بقى تسيبوكم من كل الكلام ده، ونخش بقى على يعني حاجة قوية جدا. يعني أنا طبعا مش عارف أبدأ منين، بس أقوى حاجة أنا شُفتها الصراحة كانت موجودة في المكان، وهي البلو بيري. البلو بيري عندهم أنا كنت باشرب ساعتها، كنت حاسس إن أنا مخي بيجمد، يعني مخي بيجمد من كتر الجمدان بتاع البلو بيري. إيه الطعم ده! وطبيعي، ومش حاطط له أي نكهات، تحس إن هي حاجة خام خام حرفيا يا جماعة. أنا من كتر الحلاوة بتاعته إيه، يعني قلت انا هشربه وانا ماشي، هشربه وانا ماشي. بعد كده بقى دخلت في الافوكاتو. الافوكاتو هنا حاجه مش زي الحاجات اللي بتتعمل بره، حاجه فريده من نوعها كده شويه. بالمناسبه يا جماعه نسيت اقول لكم المشروب ده اسمه سوبر افوكاتو، عباره عن بقى ايه، افوكاتو وكاجو وعسل. تحسه كريمي قوي، كريمي جدا جدا من العسل المحطوط جواه من الاخر. يعني لو حد بيلعب جيم ده ليه. ما قدرتش طبعا ان انا ما اجيبش الشيف الجميل اللي عمل لنا الحاجات الجامده دي. اسمه الشيف احمد، وهو شغال في هيلثي جوس. يعني فعلا الناس اللي عايزه تروح جيم او عاوزه تملى، ده معلم مليان كميه كالوريز وصحي في نفس الوقت. ما اظنش ان اي كوتش هيختلف على موضوع ان هو مفيد جدا لصحه العضلات وللباور بتاعك اصلا. سيبك بقى من اي باور في الدنيا كلها، ده الباور كله من الاخر يعني. ودخلت هنا بقى على اهم حاجة في الكلام ده كله، وحاجة بقى تخليها شيت ميل لو انت مثلا راجل رياضي او حاجة وماشي على دايت طول الاسبوع. دي الشيت ميل بتاعتك يا معلم. دي اسمها ايه بقى، هما مسمينها قنبلة السيدة، بس انا سميتها قنبلة السعادة. يعني رز بلبن، على فوق بقى دي قشطة اللي انا بدوقها دي دلوقتي، قشطة بكيوي، تمام، قشطة بكيوي وعليها شرايح مانجا، شرايح تفاح، شرايح خوخ، ورز بلبن من تحت خالص، ده غير عصير مانجا في النص، وحتة بسبوسة من فوق. بصوا يا جماعة من الآخر دماغ. وبكام بقى على كل ده؟ ب45 جنيه بس. انت متخيل الأسعار؟ يلا بقى يا جماعة نتعرف على الناس الجميلة اللي عملت لنا الأكل الجامد جدا والمشروبات الروعة دي. يلا بينا. أستاذ أحمد هنا هو مدير المكان. حبيبي، اتشرفت بيكو بكل زبايننا الكرام وحبايبك المتابعين. وربنا يا رب ينصر فلسطين وينصر العرب وينصر المسلمين بإذن الله. وبنحاول إن احنا نقدم لكم حاجة
تشرفنا وتعجبكم. صراحة هي الحاجة جامدة جدا من غير ما انت تقول. والله يا جماعة فعلا ادعوا منتجات بلدك، يعني حاجة زي دي طبيعي بالاسعار الرخيصة ديت كده بقى. اي حد هيجي من طرف عيلة الطيب ويقول له انا تبع حسن الطيب او عيلة الطيب، استاذ احمد هيقول لكم خصم دلوقتي كده. خصم كام يا استاذ احمد؟ ديسكاونت 10%، 10% لاي حد من الطرف. طبعا 10% لأي حد من عيلة الطيب. يلا انت مش عاوز حاجة؟ سلام. طبعا هنا ما سيبناش حد حرفيا في الشوب غير لما سألناه من الناس اللي قاعدة، وكلهم أجمعوا على إن من أجمد المشروبات اللي تشربها في حياتك طبيعي من عند هيلث جوس. مننساش يا جماعة العنوان فين؟ العنوان تاني جنب توينز في مدينتي، كرافت زون بلوك 2 محل 17. انتوا مش عاوزين حاجة؟ سلام.